السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده معاكم الحمام محشي رز. بتتبيله حلوه قوي وان شاء الله مش هيفك منك. هنقول كل حاجه في قلب الفيديو. ازاي ما يفكش منك، ازاي تحمريه ياخد لون واحد. كله بنفس اللون. طبعا انتوا عارفين ان عندي الاضاءه وحشه فهتلاقوا اللون غامق شويه، انما هو واخد لون، كله واخد لون واحد يعني مش جنب وجنب. كل ده هنقوله مع بعض في الفيديو، والتتبيله بتاعته وطريقه التسويه والتحمير وكل حاجه. بس دلوقتي انا بقول لاخواتي يا ريت بلاش تبادل الاشتراكات في الفتره دي، عشان دلوقتي اليوتيوب ممكن يحذف لك ساعات. احنا ما مصدق يعني نجمع ساعه هيحذف لك حوالي 10 ساعات. انا لما كان بيحذف لي كان بيحذف لي بالعشر ساعات. فبلاش دلوقتي تبادل الاشتراكات. فمعلش لو اي حد جه عندي واشترك، ما ينفعش، انا مش هروح لحد دلوقتي اشترك عنده. فالاشتراكات بالذات انا مش هقدر اروح اشترك. انما بالنسبه للمشاهدات حاولي بقى، لو انت هتتباد بلاش تبادل اللي هو المشاهدات، عشان برضو ما تتحذفش. انت شوفي مين اللي كاتب لك الكومنت في استوديو اليوتيوب، وروحي على اليوتيوب اكتبي الاسم بتاع القناه ده وادخلي فيها. ما تدخليش من الكومنتات نفسها، ما تدخليش القناه من الكومنتات نفسها، عشان برضو المشاهده ما تتحذفش او ينقص لك ساعات. هينقص لك ليكي وليها هينقص ساعات. فشوفي الفيديو مين اللي كاتبه لك الكومنت الاول على استوديو اليوتيوب، وبعدين هتدخلي الفيديو بتاعها من اليوتيوب بقى، واكتبي الاسم وخلاص. وربنا بقى يصلح الحال ان شاء الله، وتعدي على خير لحد كلنا باذن الله كده بنحقق الشروط. ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا كلنا يا رب ويوفقنا اللهم امين. هنا بقى معايا الحمام، انا غسلاه كويس جدا. الحمام لازم تاخدي بالك من غسيله وتنضفيه كويس خالص. غسله بملح ودقيق وليمون، ما حطيتلوش خل. ما بحطلوش خل الحمام علشان برضو ما يخليش ريحه الحمام كده تتغير شويه، تلاقي طعم الخل ظاهر على الحمام اكتر. ما احطلوش خل خالص، ولا حتى هنا في التتبيله بتاعته احط له خل. الحصوله بتاعته تاخدي بالك جدا وانت بتشيلي الحصوله بتاعته، عشان رقيقه جدا هتتقطع. وتاخدي بالك لو انت اللي هتنضفيه في البيت وانت بتفتحيه. انا فتحته كده من بين الجلد وبين اللحم، عملت فراغ كده بصباعي علشان بس اوسع كده. بعد كده هحشي بقى في قلب الرز في الجنب ده، بيخلي شكل فردة الحمامة شكلها حلو كده معاكي. التتبيلة بقى عملتها ايه، عملت كان بصلة يعني قطعتها كده رفيع، ولا تخينة قوي ولا مبشورة اللي هي بالمبشرة، عشان لو مبشورة خالص كده هتلاقيها يعني عامت على وش الشوربة كده مش هتبقى شكلها حلو. حطيت عليها فلفل اسود وملح، وحطيت عليها 7 بهارات، كل ده نص معلقة صغيرة. ورشة صغيرة كده من القرفة، ما كتريش قرفة عشان طعمها بيبقى ظاهر قوي كده في الحمام، هي بتديها طعم حلو. هنا كنت ناسية الكبدة والقنصة في واحدة من الحمام. انا كنت غسلهم ومنضفاهم وحطهم في التلاجة، يعني كل ما يجهز عندي اتنين بغسلهم واحطهم في التلاجة لحد ما بكمل على عددنا احنا يعني. هنا بتبل بقى الحمامة من جوه وبين الجلد اللي انا يعني فرغته ده كده كويس. بحاول اتبلها يعني من ورا ومن جوه ومن قدام وكل مكان كده، بحاول اتبل كده الحمام اللي معايا. كده تبلتها كلها كده واسيبها بقى احضر بعد كده بقى بقية الحشوة بقى اللي احنا هنعملها. تحطي سمنة بقى أو زيت، أو زبدة وزيت زي ما بتحبي تحطي. حطيت فيها بصلة كده مبشورة، أو برضو مقطعة على إيدك عادي. وحطيت الكبد والقوانص بقى، أخدت القوانص بس والكبد لسه. وأنا بحمر القوانص مع البصل، بحطهم مع البصل عشان مش عايزة البصل يحمر. لا أنا بشوحهم كلهم كده في قلب بعض. ممكن تشوحي القوانص لوحدها وبعد كده تحطي البصل عادي. شوحت القوانص كده شوية لحد ما يعني بدأت تستوي شوية، وبعد كده حطيت عليها الكبد. طبعا انا كنت حاطه لها فلفل اسود. هنا بقى حطيت ملح وحطيت 7 بهارات، واحط شويه من بهارات الفراخ. بهارات الفراخ فيها بقى يعني فيها بهارات كتير، وحطيت هنا شويه بابريكا وكده. حطيت البهارات فراخ. فيها بهارات الفراخ، فيها ورق لورا وفيها حبهان وفيها زعتر، فيها بهارات كتيره. حطيتها برضو، حطيت بهارات الفراخ ورشه قرفه كده صغيره خالص برضو عليها، ما تكتريش. وطبعا عندك ال7 بهارات اللي احنا حطيناها تديها طعم حلو قوي. التتبيله دي جميله جدا. هنا حطيت رز. انا كنت عامله اول شويه رز قليلين، وبعدين بنتي قالت لي انا بحب الرز اللي هو بتاع الخلطه اللي هي بتاعه الحمام دي، فزودي شويه. احنا كنا هنعمل طبعا عشان كنت عامله ملوخيه، فكنت عايزه اعمل رز بشعريه، بيحبوا الرز بشعريه مع الملوخيه. فزودت كمان شويه رز علشان يعني اسيب لهم طبق كده لو حبوا ياكلوا كده. عملت كوبايتين رز. لما يعني شوحت الرز كده بقى مع البصل والكبد والقوانص، وبعد كده نزلت عليهم بحوالي كوبايه الا ربع كده ميه. دول كانوا حوالي كوبايتين رز او ازود شويه من الكوبايتين. نزلت عليهم بحوالي كوبايه الا ربع ميه، عشان يسووا نص تسوية بس، مش عايزاه يستوي تسوية كاملة. نص تسوية بس وهيكمل سواه في قلب الحمام. غطيته على نار هادية وسبته لحد ما استوى وطفيت عليه. ما حشيش الحمام وهو رز سخن، سيب الرز يبرد معاكي نهائي عشان الحمام ما يفرقعش معاكي. انا سبت الرز لحد ما برد خالص، وبعد كده نقلت يعني حطيت شويه كده في الطبق. حطيت معاهم الكبد والقوانص عشان انا كنت عايزه احشي الحمام في يعني في قلب الكبد والقوانص. والرز بقى اللي هسويه كده مش مهم احط عليه، يعني ممكن تقطع عليه الكبد والقوانص بتاعت الفراخ عادي لو اللي انت هتسويه يعني كده لوحده.
هنا باحاول بقى أدخّل الرز بين الجلد واللحم كده، بس ما تدقّيهوش أوي علشان برضه ما يفرقعش منِّك، تخلّيه دايمًا مفرّغ كده، تضغطي بإيدِك كده طري، طري يبقى طري في إيدِك كده مش مدكوك على الآخر. وبرضه من عند الزور برضه حاجة بسيطة كده، برضه ما تكتّريش، وخدي بالِك برضه إنه يعني وأنتِ بتحشي كده ما فيش الجلد يتقطّع منِّك أو من عند الزور يتقطّع منِّك عشان الرز ما يخرجش. هو هنا كان في فردتين تقريبًا حمام من عند الزور كده اتقطّعوا، وأنا هاقول لِك برضه أنا عملت إيه في قلب الفيديو. هنا عند الفتحة بقى كده من تحت بتاعة الحمامة بادخّل بقى الرجلين كده في قلبها، أدخّل واحدة وأروح لافة التانية عليها كده وأروح مدخّلاها، أشيل بقى أي بواقي رز، أي بواقي رز كده عليها أروح شايلاها، والجناح ألفّه كده على الضهر بالعكس كده، أروح لافة كده، بس وأشيل بقى أي بواقي رز كده وأركنه على جنب لحد ما أكمّل بقية الحمام بتاعنا، بس كده بانضّفه خالص أهو، عشان طول ما أنا باحشي في رز بييجي على الجلد، عشان كل الرز ده كله هتلاقيه في قلب الشوربة هيبوّظ لِك الشوربة، هتيجي حتى الشوربة تحبي تعملي شوية ملوخية، تعملي أي حاجة جنب الحمام، هتلاقي الشوربة مش هينفع تعملي بيها حاجة لو الرز جه في قلبها يعني نزل في قلب الشوربة. حشيته كده كله أهو. هنا بقى شايفين الزور المقطوع ده عشان الرز ما يخرجش منه أنا هاقفله كده بخلة، وواحدة تانية مقطوعة كده من الجلد بتاعها مقطوع من عند الصدر برضه هاوريكم هاعمل برضه ازاي. هنا الأول هنا باقفل اللي هو عند الزور، هما الاتنين دول كانوا مفتوحين كده من عند الزور. أنا برضه كنت باحاول وأنا بانضفهم بس كنت باحاول إن أنا ما اقطعش منهم بس إيه، هما الاتنين دول بس اتبهدلوا مني كده شوية. الجلد برضه بالمه كده على بعضه واقفله كده بالخلة، وبعد كده الخلة ادخلها في قلب اللحم بتاع الحمامة عشان ما تفتحش معايا. بعد كده باقفلها كده كويس وبعد كده ادخلها في قلب اللحم بقى كده، بس عشان ما تخرجش معايا الرز خالص ما يخرجش في قلب الشوربة ويبهدل لي شكل الشوربة خالص. معايا بقى هنا الحلة على النار بتغلي، حطيت فيها واحدة طماطم يعني وسط كده مش صغيرة أوي ولا كبيرة أوي، واحدة بصل برضو وسط، وحطيت ورق لورا لو عندك حبهان حطي. بس وتسيبيه بقى لحد ما هي كانت بتغلي على فكرة، بس لما شلت الغطا يعني خفت شوية. الحمام تحطيه على ظهره وشيلي بقى برضو أي رز ما تحطوهوش على وشه علشان ما يفرقعش معاكي، حطيه على الظهر. شوفوا انا بحاول كده اظبط الدنيا، وحاولي يكون الحله اللي انت هتسوي فيها تكون واسعه تاخد كميه الحمام معاكي عشان ما تحطوش فوق بعضيه ويتفرتك معاك برضو، هتلاقيه فرقع معاكي خالص برضو كده. تاخدي بالك من كل النقط دي عشان الحمام يطلع معاكي كويس ويطلع معاكي مظبوط. انا بحاول اوسع له مكان اهو عشان احط التانية جنبها مش عليها. وطول ما انا بقى يعني بمسك فردة الحمام عشان احطها بحاول اشيل كل الرز اللي عليها كده قبل ما احطها، بس كده احاول اظبطهم كلهم. هي البصله كانت محطوطه تحت الحمام فكانتش مظبوطه. الحمام بقى ما تغطيش الغطا قوي، لا سيبيه يعني الغطا كده متهوي شويه. النار ما تخليش لا النار عاليه قوي ولا واطيه قوي، خلي النار متوسطه. انا حطيت بقى الملح ما كنتش حطيته، حطيت الملح وظبطته، ممكن تحطي مكعب مرق وتظبطي بعد كده الملح. انا استغنيت بقى عن المرق خالص، ما حطيتش مكعب مرق، قلت خلاص حطيت ملح وخلاص، انما لو حابه تحطي مكعب مرق هتبقى جميله جدا برضو. هنا بقى الحمام بقى يعني بيقعد حوالي نص ساعه على النار، ممكن قبل نص ساعة يعني تحاولوا تطلّي عليه برضه ما تسيبوش نص ساعة عشان ممكن يستوي بسرعة، بس ده الحمام الصغير، الحمام الكبير بياخد وقت كتير أوي. ده الحمام الصغير اللي هي في بلاد بيقولوا عليها الزغاليل تقريبًا، إحنا هنا بنقول حمام صغير عادي. فمش عارفة كل بلد يعني بتقول عليها اسم. تروحي تحطيه بقى وتهوّي ما تخلّيش مكتوم خالص الغطا، تهوّيه. هيقعد معاكِ حوالي نُص ساعة، قبل نُص ساعة برضه طِلّي عليه. ساعة تيجي تشوفيه بقى اختبريه يا إما بشوكة، يا إما بسكينة، يا إما بخلّة، تختبريه من عند الجناح ما تختبريهوش من عند البطن بتاعته، عشان ما يفرقعش الرز يفرقع منِّك خالص كده برضه، هتلاقيه اتفتح والرز فرقع منِّك برضه في قلب الزيت. خلاص كده إحنا وصلنا لحد كده كويس يعني، تاخدوا بالكم وأنتِ بتختبري، تختبري من عند الجناح أو من عند الضهر، المهم المكان اللي ما فيهوش رز خالص. هنا بقى أنا عشان ياخد لون كله أنا حبيت أحمره في زيت، إنما لو حمرته في زبدة، الزبدة أنا مش هحط يعني مش يعني الحمام مش هيجي كله في قلب الزبدة، فهتلاقوا جنب أحمر وجنب لأ. فأنا ما حبيتش أعمله في الزبدة عشان كده حمرته في الزيت عشان كله ياخد نفس اللون، الزيت بيبقى كتير. الحمام بقى كل شوية بلفه من على الجنب ده للجنب ده، وبحاول امسكه بايديا الاتنين كده واوقفه عند الرقبة بتاعته عشان تاخد نفس الدرجة بتاعة اللون اللي انا حباها دي. بشتغل كده مع كل الحمام بقى لحد ما اخليه كله ياخد نفس اللون اللي انا عايزاه. طبعا بحطه وبسيبه كده شويه لحد ما يبدا يحمر وبقلبه على الجنب التاني. انا بحاول اوسع بقى عشان احط ايه الاخراني دي معاهم عشان ما اسيبهاش كده لوحدها. بس كده خلاص هو كده استوى وكده قلت لك علشان ما يفرقعش منك برضو انك تاخدي بالك من كل التكات دي. اللي هي وانت بتعملي الحمام ما تغطيش الغطا قوي، ما تسيبش النار عاليه وما تسيبش النار واطيه قوي، خليها متوسطه. ولو غطيتي عليه برضو ممكن يفرقع معاكي، تاخدي بالك من ده كله. ولو حطيتي له رز كتير هيفرقع معاكي. كل الحاجات دي هتخلي الحمام يفرقع معاكي، فالرز يعني تضغطي كده على فرد الحمامة طرية معاكي، ما تكونش متكوكة قوي.
خلاص كده كل حاجة واضحة اهيّة فيه، ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا بأي حاجة كده من الفيديو ده، ويا رب إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. عملت بقى طبعًا شوية الرز أهوّة اللي هو الخلطة اللي كانت فاضلة من الحمام، وكنت عاملة رز بشعرية، وكنت عاملة ملوخية عشان إحنا بنحب الملوخية مع الرز بشعرية. وده الفيديو بتاعنا، ويا رب إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا ومع ألف سلامة. السلام عليكم.